يا جدعان عاملين ايه؟ حقيقي تسلم ايدي اللي عامل حلو. ما تجملش نفسك يعني، ما تكبرش الموضوع. شفت الريال يا اسطى؟ الريال وريت ما شفت. هو كسب بس ما شفت. انا الحمد لله ما شفتوش. شفت انت برشلونه يا برشلونه؟ شفته؟ طبعا النجري جاب جول وهو فرحان. صاحب البالون نفس السنه اللي فاتت. نفس الدوري السنه اللي فاتت يعني. انا عايز اعرف ايه الجديد بقى في الموضوع. خسرنا 2-0 ولا او خسرنا 4-0 هتلاقيهم جايبين. ده تاثير المستر عندك فيه. تتكلم باحترام بقى. هيجي بعد كده تلاقي ماتش تتكلم باحترام بقى. ماتش زي انتر ومجاير الراجل اللي حاطط لكم الناس. طيب نخلي الكلام ده بقى ايه جوه الحلقه. يلا بينا يا ابني. نبدا بايه؟ دوري انجليزي ولا اسباني؟ خلي المحلي في الاخر. لكن عن الحلويات دي خلي الحلويات بتاعتنا دي في الاخر. طب مش في الاخر. لا ما علينا. نبدا دوري انجليزي. دوري انجليزي. اول ماتش كان سيتي وتوتنهام. اول ماتش كبير عامه. السيتي وتوتنهام. طب قيمه الجوله يا جدعان سيتي وتوتنهام ولا نيوكاسل ليفربول؟ كماتش كامتع كان الليفر سيتي وتوتنهام. هو ماتش معقد دايما. على فكره لولا الاجوان اللي ضاعت كان السيتي ممكن يكسب عادي. او عارف هقول لك كان هيبقى ند او يتعادل. نفس الكلام على نيوكاسل. طب ما نيوكاسل برضه بيلعب كام جول؟ نيوكاسل لو كان معاهم ازاي؟ دي النقطه اللي كان بيجوا ساعه بس لعب كده ماشي معاهم الدنيا وتلاقي تاني كملوا قناع وكان هيكسبوا. بس هو مش كان مش معاهم ازاي حتى اللي ممكن يجيب جول الطرد. طب مش هو مضيع تقريبا في الشوط الاولاني كذا جول. قبل ما يكسب. بس ده الوحيد اللي عنده ممكن حتى لو ضيع 4 مثلا اجوان هيجيب الخامس. يعني الجون ممكن يجيب الخمسه كل الخمسه. خلينا نبدا بايه؟ السيتي خلاف سيتي وتوتنهام. ايه رايك في السيتي؟ بنقول لك سيتاوي قديم. والله يعني اللعيبه ده يعني اديك شفت جيمس كرافورد عامل ايه؟ روبن دياز الدفاع وحش عامه. الدفاع وحش. ما ينفعش تنزل الدفاع من روبن دياز وحش. يعني انت شايف ان السيتي عشان ما جابش دفاع يبقى هو كده؟ مش كده ما جابش دفاع ولا الدفاع عجز؟ بص هي كانت الفكره هو دايما توتنهام بيطلع مع الطرف. توتنهام بيطلع مع الطرف. تمام ماشي. قدوس بقى في السن تحت ضغط. ماشي. كمل مع قدوس على طول لازق في آية نوري. وآية نوري اتصاب. نزل مين؟ نزل لك ما عملش حته الضغط اللي كان بيعملها آية نوري. فاهم؟ فايه بوصل من وراه. روبن دياز بقى كان عايز ايه ياخد خطوتين قدام مسطر في التسلل. بس انا بكلمك في ان انت انا مش عاجبني انك تختزل السيتي في ان هي اخطاء لعيبه. لا من فين انا بس الدفاع بالنسبه له ده ماشي متفق. وقفتهم بس لعبوا ضيع كتير. ماشي ماشي يعني انت مش هتحط ولا حتى 50% على جوارديولا حتى. انا شايف ان انا عايز اسالك جوارديولا يعني جوارديولا لسه هيقدر يكمل شهور السنه دي. لو جوارديولا خلاص خلص. لا ما كانتش مشكله رودري بقى. لا اكس جي مانشستر خسران اكس جي بتاع اعلى بكتير برضه. مش بالروح ماشي. انا فاهم انا معاك في اكس جي كل حاجه والكلام ده. بس الدفاع يا جدعان انا مش شرط اجيب جوان بس حاجه مش فيها جوان. لسه عندك فرصه انت جون في الثاني. برضه مش عايزين ننزل توتنهام يعني الراجل برضه يعني عملوا اللي عمل. مش عشان ان هم جابوا جوان يبقى سيتي الوحش وهم وحشين. بص هو ده جوارديولا. هتقول لي جوارديولا تعالى العب لي دفاع زود مثلا. مش دفاع زود واحد دفاع محمد السنه. لا من السنه اللي فاتت الدفاع وحش. اي حد ممكن يبص لي في جوارديولا لما اتسرع الموضوع ده احنا بقالنا 9 سنين عارف كان هو من الاخر ده احنا كده. طب ماشي ما لازم كده دلوقتي انت هو الاول بيجيب جوان كتير بالظبط بيعوض نفسه ممكن يكسب 4-3 بالظبط. دلوقتي مش بيجيب ويخش فيه بس. لا ما انا دلوقتي بقول لك ايه بص بقى انا مرموش لوحده ده 4 مرموش محل السنه عرفونا يقعد بالك مع ايوب والعيال. طب يا جماعه بما اننا بنتكلم عن الدوري الانجليزي انت اشتركت يا عزيز المتابع في الفانتزي اللي احنا عاملاه؟ اشتركت ولا ما اشتركتش؟ عايزين حاجه بس المركز الاول اسمه ايه؟ ميدو جمال هو صاحب المركز الاول. مين الجزائري؟ مش فاكر اسمه بس هات اسمه. فصلوني. لا ما انا ينفعش ما نتكلمش عليه. ما ينفعش في الاخر باشا الفانتزي ده كان لازم تتكلم. معلش يا جوارديولا عندي. كنا بنقول ايه؟ ايوه ان السيتي كان بيجيب جوان كتير وبعد كده ممكن بيجيب جوان. وعندك كمان بنضيع كورتين من جوه 6 ياردة. يعني الحاجات اللي هي بتبقى ان انت قاعد بنضيعها
في الكوره بتاعت ريان شرقي لما تولد ريان شرقي انا مش شايفه ان هو صفقه الصراحه. ريان شرقي هيعلى اكتر. لا لا الصراحه ما كانش بس لا شرقي كمان ريندرز كان مقدم ماتش عالمي. الصفقات ما خليش الفرقه اللي صارت الفرقه جايين عشان كده بقول لك الاحصائيات يعني ده مش معناه ان هو خلاص لسه جايين. كان عامل فكرني الموسم بتاعها اللي هو سنه نفس البدايه دي. حاسس ان السيتي بقى مش هتبقى الفرقه اللي جوه بقى تخش، لا ممكن فرقه منظمه لو فرقه مركزه قدامها تخش تكسب عادي. ما ده اللي توتنهام انا بقول لك ببقى حاسس ان ده كده فاهمني. لكن كانت الاول انت هتخش قدام السيتي انت 99% داخل تخسر، يعني انت رابط تخسر 2 بس ايام السنتين اللي لكن مش نفس مش بعد 17 بعد 2022 حتى موسم الثلاثيه بالنسبه لي كان في فرق كتير حضرت على فكره من زمان اول مرامت وثنام بيرخموا على السيتي ومش بيرخموا بس هم ده هم بيركنوا الاداء زي اللي عندنا في مصر نفسه. تحديدا من ساعه ما هالاند جه عشان هو رن على ما هو هالاند موجود. خلي بالك هو رن على عايز الرقم بتاعه هو كيس الرقم بتاعه. انا معايا ان هو خلي واحد بس يجيب جوان. على فكره دلوقتي التلميذ بتاعه بيعمل كده، راح جاب لك جوكريز عشان برضه هو يقدر يجيب جوان كلها، مش عايزين الفرقه كلها تجيب جوان. ماشي ما هو كانت عقدتهم المهاجم دلوقتي جوكريز جه. ايه رايكم صحيح؟ ارسنال يعني ارسنال الموضوع هيجيب اكتر. المفروض ان هم دلوقتي اكتر فريق متكامل في الدوري الانجليزي، دفاع هجوم وسط رايه في الحراسه. لو ما خدوش دوري يبقى كده مش فانت معلش كفايه بونا لحد كده بقى. فانت بقى عندك لعيبه كتير وحلوه في نفس المركز، فانت بعد الحته الشمال هي اللي لسه ما فيش ابديت فيها. احنا عشان نقلل الضغط انت شمال يوم دي ما انت جبت اسمه ايه ده؟ مين؟ ايزي. ما انت جبت ايزي ابريتش ايزي بس ده مش جناح، هو صانع لعب يميل عليها بس كناحيه تبديل هتدخل في نفس المنطقه بتاعت عمر مرموش، هتلاعب مهاجم ولا هترميها على الجناح؟ هو ارميها جناح ممكن يتعطل. طب يا جدعان عشان بس ما نحرقش قوي في السيتي وفي لسه في ماتشات ثانيه مجملا للسيتي، ايه رايكم؟ السيتي انا كنت متوقع لها انها ممكن تخلص ممكن السنه بس. بص يا جدعان السيتي مرحله احلال تجديد جديده، اي فريق كبير هيقابله هيعاني قدام. وانت يعني انت ما عندكش وجهه نظر زياده؟ لا بقول لك يا سيتي زي ما قلت لك نص الكلام ايه لو لعبت فرقه مركزه لا جوارديولا حاسس جوارديولا خلاص ما عندوش حاجه يقدمها. يعني لا اللعيبه نفسها ممكن تكون خلاص شبعت خلاص كل سنه باخد دوري. غير كلها بس اقول لك حاجه عناصر مع اللعيبه دي كلها انت محتاج. انا بقيت احس ان كل مش في اللعيبه مش كده في الاسلوب اتحفظ قوي يعني بنحافظ بزياده. انت ليه عارف ده الحركه ده كتر المثاليه خلاص بقى. غير كده انا حاسس ان الكوره كلها بتيجي ناحيه اللعب المباشر والمرتدات. ريال مدريد يعني 2-3 جول كارلو انشيلوتي هو الانتي بتاع الانتي ولعبه موضوعي فاهم ازاي؟ هنشوف بقى جوارديولا هيعمل ايه. هو جوارديولا خلاص هو مثلا يدرب منتخبات بعد كده بس روح الارجنتين ولا حاجه عشان يكملوا يكيفوك انت اكتر. روح يمسك امريكا يروح الارجنتين يبقى ميسي وجوارديولا. محمد علي مبسوط قوي. محمد علي مبسوط قوي. ليه بيفتح شباب طيب كده السيتي خلص. نخلينا في الليفر. طب ماشي نخش في الليفر كده خلص السيتي. نخش على الريدز ليفربول بالصفقات الجديده بالاداء بتاعهم بالقمه المثيره قدام نيوكاسل. فعلا باين قيمه ايزاك في الماتش ده بالنسبه لنيوكاسل وبالنسبه للليفر. ماتش قمه الاستفزاز. انا الحمد لله ما بشجعش نيوكاسل. انا بشجع نيوكاسل. ده راجل انا كان نيوكاسل واقف على الصوت اي حاجه اي نص عشان اضرب عشان في الجيم. لا يعني انا وكان ايدي هوا انا مجهود عمل كل حاجه لحد الجول الاولاني ليفربول. لو كل تبديلات اللعيبه 3/4 التبديلات في ليه طريقه وصوله فابيان شارك صوت. بس اقول لك على حاجه الغلطه بتاعت نيوكاسل في الماتش دوت اللعيبه كانت نازله مشحونه بزياده غلط. اللعيبه كانت داخله باللي هو احنا عايزين ناخد حقنا من ليفر ودول عايزين ياخدوا مننا ازاي ودول مستقلين بينا. ده بان في دخله جوردن على ديمبلي. اللعيبه كانت مندفعه قوي فاهم. وفي غشومات في اللعب في انذارات مش عارف الراجل اتطرد منهم في الشوط الاولاني. هو دي اللي حاسس ان دي الغلطه اللي هو عملها. كان المفروض يستغل الحوار ده صح. دول بقى اللي عايزين ياخدوا مننا ازاي وبتاع ما عرفش يشحنهم صح. شحنهم غلط. لا بص مش قصه شحنهم غلط يعني اعتقد كان يعني لازم في عصبيه في الموضوع.
انا فاهم، بس اللي هو بقى مين بقى اللي هيترجم عصويه دي الاجوان؟ دي مشكله. ما جاتش هو ليفربول اكتر فرقه محظوظه تقريبا في الدنيا. طب ليه ما تقولش بس ان هم خبرتهم هي اللي قدرت تجيب لهم الاجوان؟ عندهم خبره. طبعا الجول الاولاني جه انا مش عارف هو داخل ازاي. الجول بتاع جرام البرخ انا مش عارف. تقريبا ما خدش باله، كان فاكر الحارس هو اللي شاط، الحكم هو اللي شاط تقريبا. هي بوب مره واحده قاعد بيعمل كده. لا هو كان ماسك بزاويه اي كوره في زاويه ثانيه. ايوه انا اتفاجئت، انا قلت الحكم صفر وهو يدش دي. لا الكوره اصلا غير متوقعه وعكس سير الماتش حرفيا، والله الثلاث جوان عكس سير الماتش. والجول الثاني برضه جه في اول الشوط الثاني. لا اللي هو انت لسه ارسنال صوتي كان في الحمام تقريبا ما كانش يجي في وقت رخم قوي، وقت نيوكاسل الجوان جايبهم في وقت هم كل ما يجوا يجيبوه بس يحسب لنيوكاسل ما ان هم رجعوا تاني. قلت خلاص الماتش ده يفتحوا عليه. يا جدعان بروني جماهير حته تقيله قوي، مش عارف ازاي فرده تقيله قوي، الواد ده يلعب في حته مستريحه. لو مش عارف لا ما تفكرش فيه. بعدين نيجي نص ملعب نوعي دي اللاعب اللي بيفكر فيها ريال مدريد يا اما لعيبه صغيره شباب بس برازيل يا اما حد فرنسي متجنس. بس انا سامع هم عايزين لعيب فعلا في نص ملعب. هو فعلا برونو ما حدش بيقول له اصلا عامل ايه، مع انه اندر ريتد قوي يعني. مش سايبينه خالص يعني كده الليفر انتوا شايفينها ان هي كانت محظوظه. لا بقى برضه مش هتخسر في الحظ بس. لا بص لا وخبره لعيبه. الليفر الرابع ده جميل قوي. الليفر الثالث. لا الرابع عجبني اكتر. يعني ما فيش رابع يا راجل. امال انت مين اللي قال 4-2 يا عم؟ مش مشكله. الجون بتاع ريو نجموها، الفنت بتاع سوبوسلاي حلوه دي. ده الثالث مش الرابع. امال مين اللي جاب الرابع؟ يا ابني مفيش رابع. رافينيا خلاص رافينيا. ليفربول ماشي. هو اوريجي برضه اوريجي جاب الرأس. صح اوريجي صح، هيجي على الجرح كده. ليفربول من ساعه من بدايه الموسم 3 ماتشات، ماتش كريستال بالاس، ماتش ساوثهامبتون، بورنموث قصدي. ما تعملوش احمر في اسود عادي. لا كويس. وماتش بتاع نيوكاسل الثلاثه اداء مش مقنع، حتى سال ابو تريكه في الاستوديو التحليلي يعني في بصمه واضحه للمدير الفني، قال لهم لا لسه، قال لهم المفروض الصفقات دي بتاعت اندر سلوت، ده كان فريق كلوب، المفروض بقى هنشوف بقى. وما شاء الله فيرتس صنع العاب وهم ما جاش لحد دلوقتي. فيرتز ما جاش حرفيا. طب انت شايف ليه؟ المفروض ياخد طرد. انت شايف فيرتس من غير كوره؟ تعالى بص لي الاول. فيرتس انت شايفه ليه مش ظاهر؟ طريقه اللعب مش مناسباه ولا تمركزه غلط ولا؟ انا حاسس طريقه اللعب مش طريقه اللعب ولا هو مش متاقلم مع اللعيبه؟ مش متاقلم. ما انت تقول لي ايه؟ انا حاسس التيكي مأثر عليه، التيكي برضه مش اللي هو مش تارجت. ايوه مش مهم اللي هو عمال ترينز مكانه. وانا حاسس برضه ان التيكي هيكمل. التيكي كام يا مستر؟ ده كده انا ما عرفتش صراحه. ليه كده كده؟ انا حاسس ده كامل في ليفربول مش المستوى. لا كمل بالله، انا عارف ان هو كمل بالله، انا مش بقول لك هجيب له عقد. هيكمل يا مستر. يعني كده الليفر حد هيقول عايز حاجه تاني في الليفر؟ لا الليفر زي ما هي الليفر. انا حاسس على فكره الكوره السابقه انا حاسس موسم الناس وبعض، يعني برشلونه تكسب في الاخر. لا هنيجي لبرشلونه، نسيب برشلونه لغايه ما نيجي لها برشلونه تكسب بالساعه. ده هي نفس الريمونتادا بتاعت ايوه كل حاجه بتحصل زي ما هي، مفيش حاجه جديده. بتخسر. الليفر بتكسب بالحظ يا عم خلاص. اموريم بيخسر مستر كيبا زبلاجه هو اللي قال بس مفيش حاجه عن اليونايتد النهارده. لا خلاص ولا السنه دي خالص هنتكلم عنها. خلاص دوس على كيبا اكتر، دوس على كيبا الاسباني. استنى لا في حاجه تاني في انجلترا؟ لا خلاص مستنيها يا عم يلا على برشلونه. نروح للاقليم برشلونه. هنتكلم على الماتش ولا اسالك على فيرمين لوبيز الاول؟ هنبدا الماتش. نبدا بفيرمين لوبيز. هل هيبقى رايحين مؤثر عن برشلونه؟ هو الحاجه ده مش كلام ناس مرحل ولا لا، او كل ده لسه اللي فيه عرض. اما حلو اثر ولا لا؟ اكيد طبعا اثر. هيفيد تشيلسي؟ اكيد طبعا هيفيد تشيلسي. يعني تشيلسي بس مش قصه ان هو في تشيلسي، هو الضرر الاكبر لبرشلونه لان مفيش حد هيقعد مكانه، واصلا الاسكالو على قد خالص. هتمشي فعلا على القد. مزنقه غير كده اصلا ان ده الوحيد اللي هيعتبر بروفايل مختلف في نص الملعب، فانت ولا هيتعوض. وفي الماتشات اللي انت محتاج واحد زي فيرمين لوبيز مش هتخسره ده. يعني جافي ما يحلش الحاجات دي. جافي ما يحلش. جافي خلاص بقى. لا جافي على فكره. والله بوسانس طيب. جافي في الماتش هو اللي ادى البدري حوالين راح يجيب جول زي ده. بدري لما نزل الشوط الثاني ولا بزونيا. بيلعب مين؟ ليفانتي. طيب 5-4-1 زي فيديو يعني انت شايف ان التاثير الاكبر هيكون ضرر بالنسبه لبرشلونه اكتر منه افاده لتشيلسي؟ اكيد طبعا. الضرر بتاع برشلونه تخسر برضه لو عايز.
هم اصلا معهمش هم اللي بيخرجوا حد. ماشي انت عايز اي فلوس؟ كابتن لابورتا وتسجيل لعيبه تشيزني لحد دلوقتي ما سجلش. تشيزني وفي صفقه نيك ويليامز بس بسبب الحوار ده. انت اي حد هتفكر معاه لو انت عايز تجيب مهاجم الصيف الجاي هتفكر برضه في التسجيل. ايه حوار التسجيل ده؟ فانت لازم فلوس. هو انياكي بينا لسه ماشي دلوقتي. انياكي بينا لسه ماشي راح إليتشي لا هو انياكي بينا عشان يأيدوا تشيزني. هو بيشيلوا واحد يحط واحد حرفيا. انت تليفون السامسونج القديم اللي هو ايه امسح عشان مفيش مساحه امسح لا، ولا مفيش مساحه. الجراند برايم طب ايش الماتش؟ خش بقى في الاداء. هو نفس السنه اللي فاتت ما فيش اختلاف. خسران الشوط الاولاني ولا دفاعيه. اقول لك الشوط الثاني يلا الريمونتادا. اللعيبه بتاخد جرعه التسخين وتلعب رافينيا صانع العاب قدام فريق متكتل قافل خطوط. ما ينفعش. محتاج واحد زي داني اولمو ده اللي نزل في الشوط الثاني عشان الواحد يبقى في يستلم بين الخطوط ويلف. حوار رافينيا سنه عضه ما يجيش مثلا. لا رافينيا محتاج وقع. محتاج فريق يكون بيطلع عليك وسايبك مساحات. انت كده محتاج واحد زي رافينيا ماشي. انا مش جاي عنك تضحي برافينيا عشان تضحي. لا ما اعرفش. اسال ايه رايكم في الصفقه الفاسده اليونايتد قدام برشلونه؟ يا والله مش فارقه. مش فارقه والله لو ادى انت كده كده في المستفيد في الحالتين. المستفيد في الحالتين ولا ادفع راتب ماشي بالظبط. كان قال ولا بتتفرج عليه. هو هيرجع لك تاني عادي هتصرف فيه يا باشا. يا عم بقى يا باشا تحطه في عز. شوف حد مغفل ياخده بقى. شوف حد مغفل ما جبناش رايح تشيلسي ولا تشيلسي مش عارف 50 مليون. انت كده عايزين ايوه تشيلسي تجيب لك مزهزها معاك انت جدا لدرجه لا تتخيلها. مش عايز اتخيلها. المهم الشوط الثاني ظبط التشكيله. خرج مارك كاسادو كان عامل ثغره في نص الملعب. كاسادو ما عملش حاجه غير ماتشين. ما اعرفش. لا كاسادو خلي بالك بدات من عنده الجون الاولاني لما ما ضغطش جامد من حده الضغط ده. انا معرفش اقعد كان فرينكي ديونج اللي غاب. ما اعرفش الساعه غاب ليه. خرج كانوا جافي حرفيا كان مهمته يغطي ورا بدري يتقدم. ده اللي خلاه بيروح ويجيب جول. ايوه ده بيغطي من ورا. ايه ده الثاني ولا الاول؟ فرحان انت عشان بدري. بدري ايه ده صاحب البالون دور الاصلي. ولا يمين ولا عثمان ديمبلي ولا اي حد. بدري ملك ده عشان برشلونه فمش عايز عثمان ديمبلي ياخدها. ايه بدري صاحب البالون دور. صاحب البالون دور احترام يا جدعان. مفيش غيره يا جدعان والله العظيم. هو ده. اي حد تاني بقى معلش مع احترامي للعبسويه يعني. بس برشلونه قال لك قرر نفس السنه اللي فاتت المنتديات. بس لو جم قدام فرقه زي انتر هيعيشوا برضه كده كان فاضل دقيقتين. ليه انت ما عندكش ديبس سكواد؟ لا بس مش انتر مش دلوقتي. اللي لسه كسبانه 5 بس مش انتر دلوقتي. يا هو اصلا انت كان يعني انت لو كان في كره لامين دي لو كانت جت خلاص بقى هيحصل بقى جون فراتيز ولا الثاني ده تشيربي. مفيش الكلام ده. اسمه ده جارسيا اللي شالها سوق. انك تيجي سومر شال كتير. سومر كان بيطير. الفكره عايز اقول لك حاجه. الموسم ده هو اقل من الموسم اللي فات مش اقوى. الانتر بالظبط. برشلونه اغلبيه الفرق بالظبط. لسه الموسم الجاي. بص اقول لك على حاجه واتوقع الموسم الجاي يبقى اقل كمان. عندك كاس عالم. اقول لك على حاجه. عارف لسه انا اقسم بالله متوقع اللي هياخد البالون دور السنه دي الموسم السابق امبابي ممكن ان شاء الله. ليه؟ لان انت عندك كاس عالم. سنه كاس العالم دي انت ممكن اي حاجه انت عملتها يعني. وفي نفس الوقت مش هستغرب لو لقيت هاري كين هو واخد البالون دور اخر السنه. مش هستغرب عادي. ما هو كاس العالم البالون دور دي كفت كاس العالم. لا كاس العالم يعني لو مصر خدت كاس العالم هتلاقي جايزه مع البالون دور. الونش معاه البالون دور في الاخر. محتاج بالون دور. كده احنا خلصنا ماتش برشلونه. كده نروح بقى شغل الفلاحين ده. تعالى على ريال مدريد. الريالين ريال وفيدو عشان ما نعملش حاجه. لا اول ما مبابي احنا كسبنا وعادي كل حاجه. ريال وفيدو مبدئيا عمل حاجتين بس. اول ما سانتا كان هيجيب جول وكره في العارضه في الدقيقه 80 بس. الفرقه الصعبه برضه اللي هو ماتش الاسماعيليه بتاعت اسبانيا. مش حاجه معاهم بس الراجل المصري اسمه ايه هيثم حسن. هو مش عارفين بقى مصري تونسي فرنسي. هو عامل لي معاه ثلاث جنسيات. هو متجنس معاه فرنسي وتونسي ومصري. ولما الاقي ده تخيش منه خالص هيجي عنه. لو لا ناس هو اي حد بيخيش بيروح يرجع لمصر يعني. بس هو لو منه ما راحش تونس يعني تونس مش حلو. عامة سيبك من هيثم. تونس من ساعه ما بدأنا لعب كوره غير الشعلاني يوسف المساكي طارق الخنيسي دول بتوع تونس. بس عملنا ايه تونس وجزائر. الجزائر رابح مجر.
نيجي بقى يا عم ريال مدريد. ماله؟ ريال مدريد لسه في نفس العشوائيه بتاع كارلوس. انا مش بس شايف حد دلوقتي. يعني انت شايف ان الونسو يعني ما فيش ولا حتى مش حاسس، انا حاسس ان الموضوع بيروح للعيبه المهاريه او اللعيبه اللي عندها حلول اللي هو ايه، يعني اول ما الكوره مبابي يا عم مبابي وواد جون. اول ما مبابي يعدل جسمه ويعمل الار 2 دي يروح سنتر. الكوره في لعيبه بتلعب حلو. الواد باك الشمال ده اسمه ايه؟ كاريراس زي لعيب حلو. رودريجو لعب ماتش، عمل ماتش حلو قوي لما لعب. كاريرا زادني احلى صفقه من اليونايتد، احلى شرط جزائي. واسمه ده رودريجو عمل شوط حلو قوي. رودريجو لما بيلعب على الشمال لعب 60 دقيقه وفينيسيوس نزل بس عشان ماتش سهل، بس هو جاب جون عمل اسيست. طب في سؤال عايز اساله. اسال يا حاليا في مش عارف الملكانه تقريبا قالت ان رودريجو مين؟ هيفضل الملكانه ماركا مش عارف اسمع عليه ماشي الماركه ما قالت عليه. ان رودريجو هيفضل في ريال الموسم ده. ما تتوقع ان ده خطر على فينيسيوس؟ لا خطر. ومين خطر على رودريجو. هو خطر على رودريجو نفسه. بس لا هو فعلا قال لك، هو قال لي شبه الونسو ان العب في المركز بتاعي اللي هو مكان فينيسيوس وشوف انا هعمل ايه. لو اتفرج بقى. طب ماشي يا عم، هو جيت للحق. هو فعلا يعني هو انا اتفرجت على الماتش، لما اتفرجت على الماتش هو كان ايه اخف، واللعب كان فيه سلس وانسيابي. لا ولما لعب فيها كان ميلانيك احسن مع كاريراس ومع مبابي. كان ميلانيك معاهم احسن. طب انتوا توقعوا ما حسناش بالتوقيت. بس اقول لك على حاجه، تيجي في الاخر في ايه؟ صفر مساهمه، لكن الثاني نزل جاب جول واسيست. ده الفرق بين الاثنين بالظبط. انتوا توقعوا مين اللي هيفضل؟ هو فينيسيوس كده اللي هيقعد، بس انا اتمنى رودريجو اللي يقعد لما يمشي من السيتي. لو افترض اتحركت تاني خالص سفيري وخلاص رودريجو هتلاقي هو وصل بقى 3 ايام اصلا. بقول لك ما 3 ايام دول بقى لو عملوا، بس هو عايز يقعد. انا عايز يقعد ماشي، بس كفه مين اللي هتكسب؟ اكيد فينيسيوس. كفه فينيسيوس اللي هتبقى. ورودريجو هو كده الحيطه المايله. هو رودريجو دي ماريا بتاع الجيل اللي هو بتاع كريستيانو، لما جه ريزبيل فلازم يمشي حد. ايوه لو كانوا بيقولوا يلعبوا نص ملعب كانوا بيلعبوا ولا حد ما مشي خالص. عايز يلعبوا على الجناح، يلعبوا جناح. طب وماشي لو رودريجو هيمشي الموسم الجاي، مين الفرق اللي مثلا ممكن ما عندك انت عندك السيتي انت عندك السيتي ارسنال عايز حد في الحته دي. ارسنال مش محتاج. ارسنال على جناح شمال. جناح شمال. ارسنال عم تروح مانشستر عادي. مانشستر هيبقى مفيد جدا. سيتي ولا لا يونايتد وباريس عايزاه على فكره هيبقى مفيد جدا لو باركولا مش مع مبويم ومع بس يعني يا ريت والله العظيم. هو تفتكر كانت هيلاقي، يعني هيلاقي ده ممكن يجي الاهلي عندنا عادي. هيلاقي ماشي كده. الاسبان لسه كده في حاجه يعني حبيبي في الموسم اللي فات لسه الونسو عنده مهمه ان هو لا لسه في عشان ونفس الوقت مهمه تعديل هيكله الفريق بالظبط عشوائيه. احنا بنحاول نبدا حد خد باله فيها. من ترنت لما قعد على الدكه؟ حاسس ان ارنولد اتصدم لما لقى اللي هو ايه، حاسس ان هو كان رايح متدلع. انا بقى هو فاكر ان هو هيروح، انا اللي لا، مفيش مني أصل وانا وليه ما عملت اللي حاجز مكاني. ما هو لما راح لقى نفسه ما مشي. ما هو ما بقاش فيه. ماشي، هو كارفاخال لسه راجع، يبقى لسه بيسمي الله في الملاعب تاني. في ارنولد المفروض يبقى اجهز. هو بيتكلم عن ارنولد اتصدم. ما هو عشان ارنولد فعلا في الليفر هو كده بيودي الكتابين اللي هو عايز، فاهم؟ كان ابن المدينه. فانا لما هو هو ابن المدينه فعلا، لكن هنا انت في كلام تاني. ايوه هو عشان كده هيسيبه في الاول. يعني بقول لك على ايه، عشان بس في الاخر برضه هيلعب. هو هيلعب وهيلعب. بس انا بالك بحاجه، هو سيدي اللي هو مثلا زي فكره ايه يا جدعان امام عاشور لما راح الاهلي مثلا كان في الاول فاكر الدنيا زي ما هي في الزمالك مشارك. بعد كده لا امام بعد كده لا، لما لقى الدنيا مختلفه وبتاع الجمهور ممكن يزيد عليه في ثانيه، لا لعب وجاب مستوى بقى على مستوى الزمالك. فترند برضه اول لما يروح هيتفاجئ ان الدنيا بلعب بس على طول، فاهم؟ وكارفاخال برضه حاجه تقيله بالنسبه لبيريز نفسه. بيريز بيحب كارفاخال. لا بالنسبه لمدريد في ريال مدريد كارفاخال حاجه كبيره. كارفاخال الماتش ده عمل 3 تاكلينجات كل واحده بيصابوا حرفيا. لا كارفاخال روح عاليه. انا اصلا ارنولد على فكره ممكن التشكيله تجمع الاثنين. ارنولد يلعب نص ملعب ده هتبقى افضل الملعب. شويه يكونوا شبه بعض. مفيش حد، لا مفيش حد اللي هيعمل لك اللي يساعد الريتم، اللي يمسك لك ريتم الملعب، يخرجك بالكوره. مفيش ريال مدريد لحد دلوقتي ان لسه ما قابلش الفريق اللي يطلع عليه يضغط عليه. هو لسه لعب كل ده انت لعبت اوساسونا وريال اوفيدو. ايوه 4-5-1 5-4-1 ما قفل مساحاتك ما مرتدات. ما حدش ولا طلع ضغط ولا هيبان لما نقابل فريق تقيل. بالظبط. انت بقى يعني هل برضه لو قابلت فريق تقيل هتبقى هتلعب بأردا جولر في نص الملعب؟ ما هي انا اصلا مش مقتنع بالفكره دي. يعني ماشي مهما كان اردا جولر كويس مش هينفع يبقى طول هتبقى أردا جولر هتلعب، انت هتلعب بس لما تيجي تفقد الكوره هنعتمد بقى ان هو ايه تشاوميني انت هتجري تقطع الكوره واردا جولر يغطي مكانك ورا، لكن انت هتسيبه عشان تطلع تضغط. ايوه ماشي، هو ده مش هينفع طبعا. محدش يشوف اتلتيكو يا جدعان.
اتلتيكو لسه بيتعادلوا برضه وخسروا فلوس بدري من جوه. ده كابتن علاء عبد العال مؤخر قوي. بيسيبوا كتير قوي بيتعادلوا لحد دلوقتي. كده مفيش جديد يعني. اكيد في الدوري الاسباني عامه. الوحيد اللي مضروب في اتلتيكو هو الفاريز. انا شايف رحنا الفاريز بالشكل ده، لو كمل الموسم بالشكل ده لا انا ما بص لا مش بس لو راح اي نادي تاني. لا اقول لك على حاجه، ده يروح فين اقسم بالله؟ يزاك يروح على ليفربول الموسم الجاي نيوكاسل على طول، تبقى صفقه بوم، او باريس. اعتقد ممكن باريس عندها نقص في حته في المهاجم لا ده المهاجم بقى اللي هو من نوعيات اللي بيحبها انريكي بقى، اللي هو ايه يربط الخطوط بالظبط الكلام من، وفي الفالوت كويس برضه بيلعب مفيد اكتر من كذا مركز يعني. عايزين تقولوا حاجه تاني في الريال او في اسبانيا عامه؟ خلاص بسيبك من اسبانيا والكلام ده كله. نشوف بقى، نرجع على المحليات والحلويات بتاعتنا. ننزل يا ابني بطبق المش بتاعنا، وحلو قوي على ريال مدريد كده او اسبانيا عامه. نرجع بقى لطبق المش بتاعنا المحليات. يعني خش في الموضوع يا عم انتوا بتسلموا الدوري المصري. مين ده؟ دوري نايل. دوري نايل ايه؟ نايك ماشي اديداس يا عم خلاص. بوم. نبدا بالاهلي ولا بالزمالك ولا ببيراميدز؟ نبدا بالتعديلات السلبيه اللي مليانه الدوري المصري. احنا نخش بالمصدر الدوري. نخش بالزمالك وصولها يعني يا عم خلاص يا عم يا عم ماشي يا عم. توصلوا الاهلي وبيراميدز سافر خش يا عم. ايش انت شايف ايه الزمالك؟ ايه الدنيا معاه؟ الزمالك بدا يتحسن، بدا في انا انت لسه يعني هو ماشي احسن من السنه اللي فاتت. في صوره. هو المدرب هو لسه هنيك في غيره، لسه الموضوع انا المشكله لو قعد كتير قوي معاهم، بس الصفقات جات له متاخر. يعني عندك وانا الفينا جه بعد اول ماتش في الدوري، او ده الدباغ جه قبل مش عارف قبل اول ماتش باسبوع. انت بتسجد ولا ايه؟ والله بعد الطرف يا حسب الحاجات مش عارف هيصلي هنا. هو ده الدباغ ماله بقى؟ عنده ده الدباغ جه قبلها باسبوع تقريبا او اسبوعين. هو الوحيد اللي حاضر الموسم اللي هو شيكوبانزا الاول. شيكوبانزا لعيب حلو يعني. في صفقات باينه. معلش هقول لك بس حاجه وبعد كده كمل. هجومكم كله خون 2000. شيكوبانزا لا بس اقول لك على حاجه، الاثنين لا شيكوبانزا لا يفيدك في حاجه. شيكوبانزا ده الشوط الثاني يا اسطى، ده جراي. الشوط الثاني ولا ده جراي دلوقتي العيال يا اسطى والله ده جراي. ما جرامه كوره جريمه. لا بس ما بيعملش حاجه. انت بتشوف واحد واحد بيعمل حاجه؟ ده جايب جون يا اسطى. افرض لو كان لا بيعدي مش ما بيعديش. هو الكوره في رجله وحشه عامه. ماشي مش حلو قوي. ايوه جدع الله ينور عليك. بس الكوره الضغط العكسي فاهم بامانه. الواد بيرجع بيقطع الكوره من الباك. هو بعدين انت عندك اي فرقه لا وبيجي من المدافع من ظهره كده ما بياخدش باله. انا خدت بالي كذا مره. يا دي الميزه بتاعته. انت عندك قصه في اي فرقه في الدوري المصري بعد كده تعمل ايه؟ خونه الفينا اللي انت زي يبقى حينك زيك كده يقول لك هجوم الزمالك خونه الفينا. لو رمى عليه 3 لعيبه هينفعنا في الاهلي كمان سنه. الحته اللي يا عم الاهلي حاجه مستخدمين عايز اكيد سيب مساحه. لا ده هتسيب بقى الزحل مين للجراح؟ اي حد عامه. ما شيكوبانزا عمال يجري هناك. شيكوبانزا عامل زي النحله انا عمال ايوه ماشي. التاثير الاكبر حبيبي ماشي معلش. لا معلش التاثير الاكبر خونه الفينا جامد. انا بص انا صورته خلفيه كنا حابه بس هو المشكله في ان انت لما 3 لعيبه هيروح ما انت اي فرقه في الدوري. قال لك الحاجه امبارح فاركو رمت عليه 3 لعيبه. ما لازم هتفيدنا بقى في ايه بقى؟ ان شيكوبانزا جاب جول. الله ينور عليك. وده الدباك كان ممكن يجي يقول له انا عديت. لا هي الصراحه هي في رمل في رجله وجني. هي لا عملها حلو، بس هي حظه ان الواد شالها من في كوره في 6 يارده رايحه من فوق. ده ناصر منسي ولا لا اخبار ده الدباك وناصر منسي ده ضيع واحده برضه في العرض. وبعدين يمكن مازال بس يا اسطى انت في بالي الزمالك في ناس في بالي نفسها. كنا 2000 اثبت نفسه ان هو لعيب. ده كده الواد لعيب بس عنده مشكله. هو عنده مشكله رجليه وحشه على الجون، سواء في الاسيست او في الجون. هو يرقص وهيروح بس ان هو يديك اسيست او يخلص دي عنده مشكله. كعادة اللعيبه المهاريه. ازاي يعني هو ايه فائدتكم مهاجم؟ هو مش يعني هو رجله ولا هو بيعرف يلعب. لا هو يعمل لك كل حاجه وبعد كده يفرق اللعب يتحكم الفريق يزق الفريق نفسه قدام. هو ياخد الفرقه ويطلع بيها قدام. هل ده اللي كان الزمالك محتاجاه؟ هو مفيش حد يزق. طب معلش انت مين اللي كان بيعمل لك كل الحاجات دي؟ عبد الله مين اللي جبت المهاجم الثاني اللي هو فرق تقريبا؟ عمرو ناصر احمد شريف. احمد شريف لعب امبارح؟ ليه بقى يحط كوره فوق؟ ضيع كوره كده. ضيع طب مش ماله كده بره كورة زيزو فانت عندك مين اللي كان بيزق الفرقه اصلا؟ كان كابتن زيزو كان ده لسه ما بيلاقوش لغايه دلوقتي. ادم كايد ما ينفعش يلعب جول ان هو ولا سريع ولا مهاري. هو اصلا ده حلو قوي في نص الملعب. الصراحه مع احترامي يعني الازمه في غزه وقواتنا في كل حاجه، بس في السن ما جاش يلعب ايه وسام ابو علي
وسام ابو علي بس وجبت اسامه ابو علي اتحط على البادج بتاع الدنمارك اساسا. ايوه انت جبت لسه اسامه ابو علي، جبت قدامه مين؟ جبت عندك ادم كاي وعمر فرج قبليه. عمر فرج. بس عايز اقول لك على حاجه، انا على ادم كده ده اول شفته والله لعيب، هو لعيب. بص هو يا اسطى في العمق هو لعيب حتى في سلم وهو اداء. يا اسطى، هو يا اسطى مش على الطرف. الواد ده ايه؟ الواد ده مثلا عبد الله السعيد ما نزلش الاولاني يلعب 6 ولا يلعب 8، عامه اي حد يلعب 8 يعني، شوف التالت ومسحبه تنزل الواد يلعب 8. انا كمان من امتى؟ فاكر اول ماتش في الدوري ايوه لما عمل الاسيست الباصه دي الواد ده لعيب. يا اسطى من غير ما يبرق، هو يا اسطى الواد ده في العمق هيبقى جامد قوي. ايوه يلعب مش الطرف. انا نفسي ناصر ماهر يريح شويه. يا اسطى انت نص ملعب الزمالك اصلا دونجا، محمد شحاته ده بيقعد دكه. هو الماتش اللي فات رايح هو محمد شحاته عامه ما ينفعش يقعد دكه. هو رايح هو فتوح عشان يلعب هو بنتايك ولا شايف فتوح. ما هو انت فتوح بقاله سنه ما بيلعبش، المفروض كان يديله على الاقل اخر ثلث ساعه. لا انا كان ينزل يا اسطى اخر ثلث ساعه. الموسم لسه طويل. لا يا اسطى هو لعيب فتوح يا اسطى. لا انت بص هتيجي تتزنق في الموسم مش باك يا محمد علي ده مش طب ماشي يا جدعان. ما بينفعش مفيش باك ما بيجيش في دماغه اصلا ان هو يرفع، هو ما يفكرش يرفع يا اسطى ماشي يا عم انت عارف نخله واقف جوه هو ما بيلعبش بدماغه ولا يا اسطى. لا استنى يا اسطى، قريب دماغ لو جاب جول هتفتح معاه. لا انت انت عندك ولاد دماغ ناصر منسي 22 جول دماغ يا اسطى ماشي، قريب دماغ لو جاب جول هتفتح معاه. هتفتح بس انا بتكلم في فتوح ما بحبوش عشان هو مش منضبط. مفيش باك في الدنيا يا جدعان يعني، حتى عمر جابر ما بحبوش برضه بس بيحاول يرفع، بيرفعها وحش. محمد هاني بيرفعها وحش. يرفع ايه؟ يرفع اي حاجه بقى. عندك اسمه ايه ده فتوح بيخش يا اسطى ما بيفكرش يرفع، ممكن يرقص خد الزكوبري بيلنك لعب مع حد، ده مثلا لعيب نص ملعب. هو باك شمال وسوريو عملها معاه. هو مفكر نفسه كانسيلو على الاخر يعني، وحتى كانسيلو كان برضه بيرفع عرضيات، لكن انت باك شمال ما بيعرفش يعمل تغطيه عكسيه. السنه اللي فاتت اسلام عيسى اللي هو قد كده خطف واحده جاب جون بدماغه. يا التنمر ده يعني هو قصير قوي يا جماعه، جاب جون بدماغه خطف واحده. طب ماشي يا اسطى، فتوح المفروض كان يلعب عشان انت اول ما عندكش غير بنتايك في الحته دي. كان المفروض ماشي افرض اتصاب ماشي يلا الله بقى، انت عندك فتوح ينزل اخر ثلث ساعه لكن ما يبداش. ده باك يمين، ده باك يمين مع عمر جابر. احنا قلنا فاهم، فاكر كده تحفير وكان بيقول له احسن يا عمر احسن يا عمر. فعلا بقى لنا 15 سنه بقى بنلحق عمر بشيلك في البتاع. لا انا سيبها صحابي. عارف انت صوت الدولفين؟ هو فعلا يا اسطى عمر جابر لحد دلوقتي انا عايز اعرف يعني لعب مع انديه كتير واحترف والكلام ده كله، ولعب في سويسرا ولعب في امريكا ولعب وصاحب في المنتخب مصر، وفي نفس الوقت لحد دلوقتي بيخاف يعمل حاجه ريسكي. مش حاجه ريسكي اللي هو حاجه ممكن تيجي او ما تجيش. ماتش حاجه غير متوقعه من الاخر. ماتش اسمه اللي لسه قال لك عليه بتاع مقاولين. ماتش المقاولين، لا غير مقاولين، ماتش اول ماتش قبل فاركو كان لاعب مين نسيت. مودرن ماتش، لا امبارح كان مودرن يا ابني امبارح فاركو ماتش مودرن، قبلها مودرن 2-1. كوره لسه بدل ما يطلعوا ده بقى انفراد راح يطلع بالخط. طب وليه ما تطلعوا الانفراد؟ امبارح جات له كوره فيديو شوطها مش عارف شوطها برضه وحشه قوي. فعمر جابر فاكرها الكوره دي اللي هي جت زي محمد هاني في ماتش. ايوه انا شايف ماتش مونتيري 1-0. انا قلت المفروض ده هو شمع ايام الدوله الموسيمانيه. شمع بقى يعني شايف هو هجيب جول امتى؟ هيبقى اساسا الموضوع ما يعملش اساسا غير راس المنسي بس. طب ماشي يا اسطى، انت مش ناسيله العرضيه بتاعت جول السوبر الافريقي؟ مش هنفضل بقى عايشين عليه. ايه لعب كتير زملكاوي بتقول مش هنفضل عايشين على حاجه. راس المنسي مش عمر جابر، اصل عمر لا ماشي هو اللي عمل المشوار. هنفضل ايوه فعلا كبر ومفيش تطور. انا مش برضه اقول لك عمر في باكات في مصر، هو في باكات في العالم عامه، الباكات عامه في الدوري نتكلم في مصر. انت دي مشكله انت الباك اقول لك على حاجه، انت ليه بقى اي حد من الاجانب اروح تحت في ستيم؟ احنا مش فاتحينها بقى كده اصلا خلاص. سيف الدين الجزائري خلاص برضه ده تصريح قبل هيكمل عشان اتخانق معاه او عايز العب وينج برضه ما هو عارف العب وينج. بس اقول لك على حاجه، ماشي سيف الجزيري لو موجود مع الفرقه دي بطريقه اللعب دي انا عايز اقول لك على هيبقى هداف الدوري. سيف الدين الجزائري اصلا فاكر الماتش الاهلي والزمالك اللي وقف في الكاس لما يسوع جابها بدماغه، ما هي اصلا انسحب على الوينج وبراحته ورفع. ايوه ماشي لو فعلا سيف الجزيري مناسب للفرقه دي. ما هي الجزيري دي طريقه لعبه معانا بسبب سرعته. انت بترمي له الكرات في المساحه هو بيهاجم هو ينفع قوي. لا وينفع لو انت مهاجم مع الفرقه دي. انا ينزل وياخد الكوره ويلعب. هو ده الدباغ. انا حاسس ان احنا لبسناه. لا لو جاب جول هقول لك هتفرق. على حاجه، فرقته بتاعت بلجيكا اللي شغلوه دي جاب جولين ولا جاب؟ لا هم عملوا زهرات لما مشي. لما زلكوا فرقه مصطفى شلبي مشي، لما بره فرقه الرد ده مشي. بس انا عايز اتصرف منه. هيسطا هيجي. انا عارف عمر فرج احنا قاعدين ولا بنينا مقايدين ولا لنا بقى ممكن طمايه كده كده. فعلا كنت شايف صوره ولا جاي. هو قلم كايد هيجي. هو ده الدباغ لو جاب جول هيجي. بس عايز اقول لك حاجه، عمر فرج لعيب تحت خط مقاومه مش مهم.
مش مهم بس بطيء يا عم، مش مهم. عايز تشوف راجل الزمالك بالعيال لك قطعه وطير واحد، يعني اللي هو جاي نازل كده بياكل المدافعين. مفيش لعبه الزمالك. عارف بقى كان هيبقى مين؟ حد اللي تفتكر اللي يوصل لا بينا مصطفى محمد يعني عارف مين اللي كان بياكل المدافعين والحاجات دي؟ كان سامسون ايكونومي لو كان شغال كويس. سامسون على فكره بيلعب دوري كويس، انا متابعه لسه مش هو بدأ يبقى حلو في الاواخر. لا هو لعب كوره لما كان عنده كوره، ما هو بس هو مش المشكلة عارف الجبل كان باظ، ولما شفت الجبل قفل الدنيا باظت معاه. فتح الاكابر دلوقتي تعدي عليه وانا جاي. ماشي يعني. ماشي عشان ما كتبش بزنك، عشان ما اقعدش احرق اكتر بزنك عشان يا عم لا كمل احرق انت. بس لسه فريرا عامه يعني نفس الكلام، فريرا لسه عنده كده. هو حلو في الناحيه من النادي، طب يعني كان كفايه احنا نخش فينا جوان. لو قابلته جبنا جوان، لو قابلته فريق تقيل دي بقى المشكله. هتعملوا ايه؟ هو ايه ماشي ماتش بماتش. لا ده اللي انا برضه بدأ العب وقال لك برضه حاجه عجباني في الزمالك، تعلق اللاعب الجماهيري. بص يا جدعان، بس انا بقى النقطه دي النقطه دي مش موجوده في الاهلي. يعني تحس لعيبه الاهلي يا اسطى لا، تحس لعيبه الاهلي متكبر على لعيبه الزمالك، متكبر على جماهير الاهلي. ايوه مصر جماهير الزمالك كل ماتش متعادلين خسرانين كسبانين يروحوا يحيوا الجماهير ويرقصوا معاهم ويهزروا ويردوا ويتعاملوا، فاهم الحاجات دي. خلي بالك اللعيبه الفرقه دي حلوه في ان هم الفرقه دي حلوه في اللعيبه اصلا جماهير الزمالك قريبه للعيبه الزمالك. يا اسطى جماهير الزمالك عاطفيه جدا. ده ابوك قرب خاصيه حرفيا مش زي لعيبه الاهلي. لا والعيال الجايه الصراحه الحلو في المنافسين او في كوبانس ده تحس انها جعانه كوره، مش جعانه بس. عايز هو جاي ب 100 مليون انت لازم. بص يا جدعان هو مصدر اهو 2000 100 مليون 100 مليون جنيه. 100 مليون جنيه ليه؟ هم الاثنين يعني مش الكلام ده 100 مليون جنيه احنا بس هقول لك على حاجه. يا اسطى مش كده. الفريق اللي هو البرازيل اللي هو منه ايوه، بس هو طبيعي بس هو خلاص عارف 2 مليون و600. بس عايز اقول لك على حاجه ماشي. لو انا هدفع 2 مليون يستاهل ولا ما يستاهلش؟ هبيعه ب5. عارف يا اسطى ما هو بيديك اهو. عايز اقول لك على حاجه، من اللاعب ده لو اتعرف هو كده هيجي له عروض سنتين. الفريق الدولي 22 سنه هو لسه 22 سنه والخلاجه بيشوفوا الزمالك بيجوا عليه اللي هو عايزين ده. هنشوف فريق الفيحاء او حاجه اي حاجه. بس انا مش عايز في الاخر بس ايه يا رب اتفاق، هو كده هيهرب، هو كده عارف ان هو هيهرب، بس عايزين نستفاد منه شويه دول. ما تقلقش مش هنشوف تاسع الدوري الدنماركي. حتى لو هو الزمالك كل حاجه في رهان، المدرب رهان، بس المدرب رهان، اللعيبه رهان، انت لا يعني انت عارف الفرق مثلا مع كارتيرون. اقول لك على حاجه، انا كان نفسي مع بص جوميز هو ده عامله مع جوميز. ان عندك الدوري 1-1 والله زي برشلونه كله رهان. لو عندي فكره لو كان جه حد كان يفكرني. لا انا كنت ساعه قلت الراجل ده هيهبط. واللعيبه نفسها يعني حد كان متوقع رافينيا يعمل مثلا زي ده فران توريس. فانت بتراهن، هو انت بتراهن تاخد الريسك وبتنجح، دي حاجه كويسه. ما انتوا في ظل حالاتكم دي والناس ماشيه معاكم حلو. عندك الزمالك فعلا، هو الزمالك بيراهن وفعلا الحلو في الزمالك زي ما انت قلت ان هو ماتشه انا فاهم وبيكسب ثقه اكتر على كل ماتش، او حتى لو بتلعب وحش او مش عارف ايه حلو انك بتلعب وحش بس تكسب بالظبط، فعلى الاقل تبقى عندك ثقه او على الاقل ما بتخسرش. احنا بقالنا كتير قوي ما مثلا اول الدوري كنا دايما ايه نتعادل ماتش نخسر ماتش نكسب ماتش، الاهلي يتعادل احنا نخسر نعلق عليه، فاهم؟ احنا اول مره نستغل تعثر المنافسين. انا نخش بقى الاهلي التعادل بيراميدز خسر بكره الزمالك هيخسر وكده عندك الاهلي وبيراميدز لو تعادلوا الماتش الجاي الزمالك هيركب ب5 نقط. لو مصلحه لو حد يكسب انا بفضل الاهلي اللي يكسب. وننقل بقى على الاهلي. ننقل على الاهلي الاول. اخش مين اللي في الترتيب، الاهلي الاول ولا بيراميدز؟ لا الاهلي سابق. الاهلي عنده ماتش كمان مؤجل بس الاهلي سابق. الاهلي في ماتش في جوله ما لعبش فيها. بيراميدز خسران ماتش ومتعادله 2 وكسبانه 1 اللي هو الاسماعيلي. عادي زي والاهلي 6 يعني ما فرقتش. خش في الاهلي عامه يعني. الاهلي قدام يا اسطى ريبيرو شكله هيمشي بدري. هو ريبيرو عارف يا مين جريز ساعه ما جاهم متسلم يا اسطى بقى مش حته متسلم، معلش انت قدام غزل المحله مش عارف تفك دفاعهم. لا هو فك دفاع في ايه؟ انت رايح كده بهجمه 3 تقريبا ب 50 هجمه. كره تريزيجيه اللي جت بالحظ اصلا من المدافع، راحت تريزيجيه جت في العارضه. اشرف داري شايط من نص الملعب اصلا وجت في العارضه. الكوره عندها جت تريزيجيه برضه حطها بدماغه. محمد علي مرموش في كوره شايطها. محمد علي مرموش في وضع افريقي بتاع المحل حاطه في جيبه يا اسطى ماشي. انت في شوط هو بص وظيفته يقول لك ايه انت لسه ماشي كل دي الشوطات دي والحاجات دي ده انا يعني انت ما تعرفش تشوط نص الملعب ويمكن تيجي جول. بس لا هم راحوا برضه ما كمان لسه اخترقوا. طب ما انت اقول لك على حاجه، ما انت لو كده الفرق كلها تعمل ده كده. طب ماشي يا اسطى
كل ماتش لا قدام هو افتكر من الموسمين لما كسبونا في الدقيقه الاخيره ما الشناوي كان طالع وجابوا جون في سير المحله وكسب. ايوه على فكره لما العب تلعب المحله في المحله اكتر من انك تلعب ليفربول. الموضوع بالنسبه لهم صعب هناك. كابتن علي عباد بيدرب اللعبه دي اصلا على خط ال 18 بس. وده حقه على فكره. عشان شايف الناس اللي بتقول لك ان هو دي كوره مش كوره، ده حقه. اصلا كده كده حقه يعني مش حاجه. ايوه بقول لك انا مش لاعب الاهلي، اصل الاهلي شوف على الاقل معاه منتخب مصر. ايوه والاهلي فضل محمد صلاح ويطلع منتخب لوحده، مش هيوصل. فهو يا اسطى لا هو لازم يعمل كده. مين اللي عنده ماشي خروج افريقيا ده بيبقى سندوتشين مكرونه وعيب السجاير فقط. هو افريقيا ده مسك اللي هو بتاع نص الملعب، وفي الواد الثاني بتاع اللي اسمه صندي ده برضه عارف كان ماسك ويليام لا في مهاجم في المحل اسمه صندي ده. ويليام صندي ده نص الملعب الواد اللي هو كان ماسك حاجه تراولي تقريبا او حاجه ده ماسك حرفيا تقريبا اسمه حاجه بيبدا يا ابني لا ده مصر. جريندو ماشي ده مش افريقي، ده مصري عادي. هو شو اللي فرق مع ان محمد عبد اللطيف جريندو معلومه جديده. لا لسه برضه. طب ماشي معلش، خروج الكوره عندك كارثه يعني. بيكهام انت ما فيش حد ضاغط عليك في كذا كوره كده، بيكهام ما حدش ضاغط عليه ماشي، عمليه يقطع في خط وبعد كده يبصيها للدفاع غزل المحله. ماشي انت دي حاجه اقول لك على حاجه ايه الفرقه دي مش لاعب ولا مدرب مش عارف. الفرقه مستنيه واحد يرجع. بقول لك على حاجه يا جدعان، لا امام كده امام عاشور هو. انا حاسس يا جدعان ان الفرقه كلها المدرب هيحاول اضعف في الفريق. امام عاشور هيرجع. بص انت شفت الماتش الاهلي والمحله. انا في حاجه بس عايز اكلمها بعد كده. شوف انت شفت الفاول بتاع محمد علي بن رمضان اللي هو كان واقف على الخط. معلش اللي كان رفع انت زيزو واقف، محمد علي بن رمضان واقف لوحده، دفاع المحله بيقول لك في واحد واقف فاضي ما حدش راح يضغط عليه. زيزو قام باصيها لواحد، التاني ده بدل ما يلعبها بس اللي بن رمضان يا سيدي اتزنقت مش عارف تشوط، قام باصيها لكريم فؤاد اللي طوحها. طب انتوا ايه ده؟ طب هو التاني واقف بيعمل ايه طيب؟ يعني هل ده خطه تكتيكيه مثلا بيعمل لهم ايه؟ هو احنا لو كنا بنقول الكلام ده في كاس العالم ماشي، ما هو كاس العالم مش مقياس. معلش ازاي مش مقياس؟ مدرب لسه جاي من اسبوع هتقيس عليه ماتشات كاس العالم. هو عمل ماتش على انت هو ولا عماد النحاس عمل شوط يا عم. لا هيتحسب ماتش. عمل شوط. هو انت اصلا اللي كان ماسك الاهلي الماتش ده هو الاهلي ما عمل ماتش على عمل ماتش على ودخل فيه جول. ماشي انا بتكلم في العموم. قال ايه الفرق؟ الفرق ان انت هنا كنت تكسب. ماشي انت ما حدش عنده جول. طب ماشي معلش، انت بتقابل فرقه برضه فاتحه قدامك، مش المحله اللي واقفه لك ورا. ما حسبتهاش ان هو مثلا عشان مدرب الفرقه اللي انت لعبتها الفرقه فاتحه لك. ايوه طب ماشي، ما هي دي النقطه. انت جاي الدوري هنا تمام، انت محتاج مين هيهاجمك بالظبط. مفيش حد هيهاجمك. طب ماشي مين هيهاجمني؟ يعني الموسم اللي فات انت ما كانش معاك زيزو، ما كانش معاك بدر رمضان، ما كانش معاك ديانج، ما كانش معاك بن شرقي جه في ماشي بن شرقي، ما كانش معاك تريزيجيه. عد كل دول بن شرقي. ما بص الفرق انا جاي لك بن شرقي هقول لك. بص الفرق اللي بتعمل تكتل دفاع ازاي، فتوقع باللي انت جبتهم دول كلهم مش عايز الفرق. طب ماشي يا اسطى، تحط ال 11 لاعب في الجون اصلا واسمهم كسبوا بونت. ايوه لا. طب ماشي يا اسطى، في ماتش المحله وانت شايف ان الدنيا مقفله ورا، انت ليه ما لعبتش بمحمد شريف وجراديشار دايما بينزل لتحت، انت ما فيش حد بيتسحب. طب ما هو ما حدش هيسيب مكانه. طب ما شريف يبقى قدام يعمل لك عمق هجومي. تسحبين يعني هتخرج. لا شريف وجراديشار. ما انا هقول لك تريزيجيه مش مؤثر. لا بص يا جدعان، مجموعه اللعيبه دي انا حاسس انها كله معتمد على المهاره، ولا ده بن شرقي. ماشي، ما هو انت ما فيش نجم واحد. هو زيزو بيدريجي ويرفع بالظبط. حد ده زيزو بتاع الزمالك، زيزو بتاع الزمالك ولا بتاع الاهلي. بس زيزو الوحيد اللي صار زيزو اصلا ما بيلعبش طرف صرف. زيزو مش طرف صرف. معانا احنا بيخش العمق كتير. لا 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 بتكلم عشان امام مصاب. هو ده زيزو ثابته جامده قوي. امام لما يرجع بالظبط او هيرجع كده امام عاشور ودرجن ويرفع. بس هو امام هيلحق ماتش بيراميدز. هو عايز يخش القايمه بتاعت ماتش بيراميدز. في كلام اصلا ان المصابين نزلوا بس امام مش نزل. الدكتور قال امام عاشور ما ينزل، هو بقى تمام بس خليه لبعد ماتش بيراميدز يكون بقى ما فيش احتكاكات، بينزل تمام بس جاهز بدني. اخر نوت اخر بس في احتكاكات. اخر اختبار ليه على ماتش بيراميدز ممكن يمشي. ريبيرو اتوقع ممكن يستنى شويه كده. افرض انت كسبت ماتش بيراميدز. انا هو المشكله ان الراجل متسلم تسليمه وحشه قوي من اول ما جه. هو مش لا هو عارف هو مش واخر ماني ولا اقول لك على حاجه، اي مدرب هيجي يكون بيحاول يضغط في الاهلي
اي مدرب لسه بتاع الاهلي عايز مدرب شخصيه من الاخر. عايز مدرب مين بقى يعني الاداره جابته عشان ايه؟ انت لسه فايلر ده ما كانش شخصيه. فايلر مش هيجي. انا بقول لك واحد زي عارف مين فايلر. اللي كان يجي؟ مين؟ اللي هو الالماني ده روزا. ماركو يا ريت ده. لا عارف بس معلش انت عشان يجي مصر ده لازم تكيش له كتير. زمان هيجوه اول لما ريبيرو ده يمشي يجوه زي اتوقع. خلي بالك الحوار ده يعني حاسس هو كان هيجي بس تقريبا لولا ان الفتح قعد في الدوري ما عودش. ما قال لك لو ما قعد قال لك تصبر لشهر 5 ده كاس العالم وبتاع. فاهم؟ قال لك تصبر. انا شايف ان هي كان اصبرنا شهر 5 ما كناش جبنا ريبيرو. ما احنا كده التاني جه اصلا جاي قبل كاس العالم باسبوع. ممكن كمل بقى لنا كاس العالم. ما هو يعتبر هو اللي كان مش اسبوع. يا عم ماشي. ما احنا لو كان ممكن يجي ريبيرو برضه جوميز مكانه. انا مش شايف يعني اللي هو كارثي. هو مش كارثي مش كارثي بس هو مش ما بيكسبش يا جماعه. هو معهوش وقت. انا معهوش وقت. انا هو معاه وقت. محمد ابو عبد بعد كاس العالم لحد الدوري يعني. لا معلش انت كل ده بعد كاس العالم لحد الدوري هيعمل كل ده معاه بيسمع. يعني كل ده مع اللعيبه ما شافش القرعه اللي اتعملت. ايه القرعه اللي اتعملت بقى لها كتير وانت عرفت ان انت عندك اول ماتش مودرن ثاني ماتش مودرن مودرن دي اللي هي عمل كسبوا بيراميدز تعادلت معاك وخسرت من الزمالك بالعافيه. مودرن اللي معاهم باك يمين علي فوزي اللي هو علي فوزي حلو قوي. مش عارف حلو قوي. علي انبي علي فوزي ده كان هيجي الاهلي في 2019 لو كان محمد هاني خرج. بصراحه ده الوحيد اللي شايفه دايما هيجي الزمالك برضه رجعنا بس مش ناس هو ده في المنتخب يعني. بس سنه كبير. هو كبير بس انا مش هناسبه لا ما انت بتنزل بالعماره مش هتطلع. شاري مش جامد. لا هو بيت هقول يا ابني لا هقول لك ايه اللي حصل. بن المشكله ان هو ايه لما كان في الزمالك هو ما كانش حد معاه في الزمالك فكان بيعتمد على هو كان هو الجناح الكريتور يمسك الخط بيعرف يخش جوه. انما دلوقتي بن شرقي جنبيه زيزو في الزمالك جنبيه زيزو كان بيتكلم معاه جراديش هو تحت امام عاشور. لا كان معاه لعيبه حلوه برضه في الزمالك بس هو خلاص من بعد ما راح الزمالك عمل سنه حلوه مش عارف راح قطر راح فين. راح ومستواه بعد كده وقع. هو بعد كده مستواه وقع. ماشي هو في الاهلي خلي بالك ان شاري جاي صفقه كيديه برضه. الاهلي عمل ايه؟ عدل عصام قال لك واحده كيد يا اسطى. لا انت الاهلي يا اسطى محتاج واحد زي بن شرقي واحد يعرف يرقص. انت ما عندكش الراجل بيرسم اشهر في الاهلي تقريبا جاب 3 جوال وصور 15 صوره. فانت كده جايب احمد عز مش جايب لعيب كوره جايب صوره عشان تنزلها على الصفحه صورته هو وزيزو كل ما زي يعني انت دلوقتي دي 3 مع بعض انت جايبينه عشان كده. الملعب عرضه قد كده الثلاثه بيتصوروا لازم ان هم يتصوروا فما مش يعني بن شرقي ما عملش حاجه مع الاهلي. منين بن شرقي جاي اصلا؟ شرقي مستواه اقل قوي ما كان في الزمالك. مش عشان الزمالكاوي بس هو مستواه اقل قوي في الزمالك. تريزيجيه مستواه قليل قوي. ماشي انت دلوقتي عندك تريزيجيه وبن شرقي. بن شرقي 30 سنه ماشي هو ما بطلش. بن شرقي 30 زيزو 30 تريزيجيه 30 بص ده بص 29 سنه دي. الاداره دي بقى عايزه تفكر صح والله العظيم هو اخر حاجه يعني الاداره دي عايزه تفكر صح. الجيل اللي موجود دلوقتي ياكل اخضر بيابس يتحضر ان يلعب يتحضروا دلوقتي للمدرب والجيل الجديد اللي هيلعب كاس العالم 29 ده لو دخل هتكسبه يعني انت كل ده مش هتاخد افريقيا مش هتاخد لك افريقيا مره على الاقل يا راجل يعني انت كل ده مش هتاخد لك هتخسر واحده تخش نفرين تخش نفرين على معلش يعني مش حد في مصر فكر من دلوقتي والله المشروع اللي هيعمله في كاس العالم ده ده المفروض انت اللي تبني عليه لان حرفيا يبقى مصيبه لو مجموعه اللعيبه هي اللي دخلت كاس العالم 29 هتدخل لا ده لازم ماشي. بس لك على حاجه في الاخر برضه هو هيجيب مين احسن من زيزو هيجيب مين احسن من لا ما انا بقول لك بقى في سنتين كده ابني لعيبه من دلوقتي اخوانا 2000 بعد سنتين هيجي يا عم جون ادوارد موجود بتاع المرج عمال متوسع على قلبنا بيجيب الروضه في فتحيه كاس العالم للانديه 29 مع الاهلي. يا سلام احلى هديه 25 سنه واحلى هديه يا عم 25 سنه ماشي يابا عايز اجيب غيره وهنعمل غيره يا عم ماشي احنا كمان مش بتاعك انت لوحدك يعني انت ايه انت هتاخد الحاجه ليك لوحدك يا عم يا عم خدوا شوفوا هو كده لا حسام عبد المجيد خدنا حسام عبد المجيد اهم مدافع في مصر يعني انا مش عارف بس انا عايز ابقى يعني كنت كويس في الحوار ده. انا شايف حاجه بيلعبوا حسام عبد المجيد يعني ايه مش عارف هي حاجه من الاثنين يعني هتجدد يابا ولا احنا مثلا هنديك 20 جنيه في الماتش فاهم في الموسم عاجبك مرضيه معاك متعشيه اقول لك لا مش متعشيه زي ابراهيم كوناتي اركن يا عم عايز يمشي وعايزين يجددوا اركن لا ما ده يا عم احنا هنا بنلعب كوره في مصر هناك بقى يلعبوا عادي لكن انت مش هتجدد لا انا مش هجدد خلاص اركن لا تجيب عرض ان شاء الله تروح تجيبهم الاهلي نفسه
اركن اللي هتجيب عرض اهم حاجه وانا اشوف بقى العرض هيعجبني ولا لا. بجد والله ليه الاهلي ما قدمش؟ مصدق ليه الاهلي ما قدمش عبد الله عايزين الزمالك؟ وليه الزمالك ما قدمش عرض على الاهلي؟ ما هو ده انا كنت لسه اقول لك، يعني زي ما قالوا لعبد القادر هات لنا عرض بس انا مستحيل تحصل، بس انا مش عارف ليه حد. ما انت عشان يا اسطى يا اسطى لا. الزمالك عشان يا اسطى احنا هنا بنتعامل يا اسطى مع الجماهير، ونفس الكلام في العكس، ونفس الزمالك في العكس. الزمالك هيقول لك اقول لك حاجه ويا ابني وغير كده اصلا انت اي حد ينتقل انتقال مباشر زي زيزو كده، انت كل المشاحنات اللي بره بتبقى بره الملعب، جماهير بقى وبتاع. مش ليه ان انا فانت اصلا هنا اللعبه مش في الملعب بس، انت مستني بقى رد فعل بره الملعب، جماهير وبتاع وسوشيال ميديا والحاجات دي. طولنا معقوبين مش في الصغير. بيراميدز عاملين تقريبا اسوء بدايه، دي اسوء بدايه من سنه بداوا بس خلص ده عندهم تقريبا الشهر الجاي ده عندهم اوكلاند. وبعدين السعوديه هيخسروا اخرهم اوكلاند. كل ده اهلي يكسبوا تقريبا. اوكلاند يا ابني هو بيروح بس وسط عشان هم الفريق الوحيد اللي في القاره بتاعتهم. الكنوسيا دي انا مصدق الصبر واتفرج بيراميدز بالاهلي السعودي. لا وعندهم مع احترامي الكامل. اقول لك حاجه، المدرب ده شايل اللعيبه. خمسه نهايه نص الملعب يبقى كيسي وبلاتشو توريه عادي قدام بعض. على فئات نص الملعب مع بعض. في ايفان توني وفي فيرمينيو. ايفان توني مش متابع خلاص. ايه لا مش متابع. انا حاسس ده يا جدعان ادوارد مندي يا جدعان، حد خد باله احمد رفيق كان طالع بيتكلم عن لما قال بيديله الكوره عشان يحسوه بيطلع. لا لما قال لك هو بيصد ركلات ترجيح بس بيصد الزباط جدا. ايوه دي فعلا. انت شايف على 20 كوره يصد 3 ولا 5 حاجه زي كده. زي تاني فاكر في ماتش المصري. هو مرعب. بيلعب على طول افريقيا وتشكس العالم. انا لو واقف قدامي جول وعمال يا اسطى مع ايوه بيوقف. طبعا هو اللي بيديك الكوره وهو اصلا شكله وهو اللي بيديك. عارف نفس زي جنش هو نفس بقول لك حاجه حلوه. لا بس بخير كمان يطلع يصد الكوره ب 6. لا مش بيطلع لك بقول لك مندي لما اللعيب بتاعه داخل يشوط هو اللي بيروح ياخد الكوره بدل ما يخليها معاه، ولا بيديله الكوره عشان يحس بالطمانينه. الحاجات دي اللي هي الفيستيك. لا كان بيعملها مليونو مارتينيز في كاس العالم. يا عم اسكت بقى، افتكر حاجه عادي. ايه ده؟ حاجه عادي. ايميلينو يا عم بالنسبه لك ايميلينو ايه بتاع ايه؟ سوق روماني. جدعان حاجه بره السيف يا جدعان. هو لو كان نقوله كانت لعب الماتش ده كان ايه اللي هيحصل؟ في ماتش النهائي؟ ما لعبش النسخه. انا بالك مثلا بس رجعنا كده لا كان هيفرق في نص ملعب. انت في 105 قبل الماتش كان في اصابات عندنا. الملعب كان رابي ومين؟ كان كامافينجا وجوبيني. كامافينجا ما كانش. لا كمان مش موجود تقريبا. كان في ناس اتصابت قبل الماتش. رابيو وحد رابيو كامافينجا عشان لعب على الشمال كانسيو. شفت قال لك ميسي يمين والناس نايمين وبتاع. الاخر كان نايم. في ناس اتصابت قبل الماتش اصلا. ايوه ولك حمى الجامعه. فين طبق السنين بتاعنا؟ خلاص خلص. الشيخ خلص كمان. الشيخ خلص. فيرتون البرازيلي ده فيرتون انا شايفه بنصور لاحمد عم بيفكرني برافينيا، وانت عايز تفضي له وتهيأله جو ماشي. بس هو الناس افتكرت بقى البرازيلي اللي هو هيخش يرقص لك 1 2 3. هو عملها في الكوره. انا حاسس ان مشيت معاه 3 وعمل لنفسه. وعلى فكره عشان بالنسبه له دي حاجه عاديه، هو ما عملش حاجه. حاجه عاديه ماشي. ما هو بس اللي بيعملوا مجملا مصطفى زكي ممكن يعمل كده عادي. ما هوش ابراهيم عادي. لا ابراهيم عادي يعني. هو بيراميدز كلها كانت هجومها كله ابراهيم عادي. ابراهيم عادي دلوقتي يعني بالفقير محمد ماشي يعني. هو كل ده كان ابراهيم عادي. هجوم بيراميدز كله كان ابراهيم عادي. يعني فيستون مايلي اكتر حاجه هي اللوس الكوره. لا يا فيستون مايلي مين هيلعب فيستون مايلي؟ كان الكارتي كان بيخش. شيبي اصلا مش عايز يلعب الماتش ده. جدعان هو ايه حوار الكروت الحمراء اللي كتير في الدوري؟ ده في منتشر. انا شفت كروت حمراء كتير قوي. دي اسامي عاملين اسامي. بس انا بالنسبه لنا شايف حاجه ابراهيم لسه لاعب نفس كل ماتش. والله العظيم ما بهزر. انا شايف حاجه كويسه صراحه ان هو عشان حاجه كويسه كلام كتير. احنا هنا حد الاعتراض. شفت لا شفت مثلا بتاعت محمد هاني اتطرد فيها لما الحكم بتاعت الاسماعيلي الحارس بيقول له اعترض. ايوه وفي كوره. لا بس الحكم بيقول لك قال له بس يا انت بتقول لي انا بطلع ورا خالص. لا وفي كوره دي حاجه كويسه. اللاعب قطع الكلام ده ما دي حاجه كويسه عشان الاعتراضات. ايوه ان احنا عندنا ما فيش حد يعني اللي بيروح يتلموا على عندنا لعيبه الحكم ساعه لعيبه الزمالك
لازم يروحوا حاطين نقطه يجوا على الحكم. ايوه ما لازم يقعدوا زوم عليك. زوم بقى يلا زوم كابتن حمد كده على الطياره. فلا يا فعلا دي بتاعت عشان ما حدش يقعد يبقبق كتير مع الحكم. بس الشيبي كان تحس انه كان بيطلق على عمال يضرب في اللعيبه. وفي لعب مستفز. في فرق لسه ما جابتش جوال لحد دلوقتي. طلائع الجيش والمقاولين تقريبا. لا في تقريبا فريق كمان مش جوال. طلائع الجيش تقريبا. وفي فرق في 7 فرق ما جابتش جول واحد. لا في لغايه ماتش المحله كان في 3 فرق ما جابتش جوان. المحله لا وادي دجله جابت جوان لا يا جدعان الدوري بقى ممل قوي. لا الدوري حلو. لا المصري هنسيبها المصري. لو كان كسب كام الدوري ده يبتدي يتظبط في الدور الثاني. ايوه لما الناس لما التسعه اللي هيهبطوا بقى مع نفسهم التسعه اللي فوق بقى مش طمنين كده هم فوق. يلا بس هم هنا يبقى مش 9 و9 هم 7 و11 تقريبا. 7 بس هم كانوا واحد هم 7 اللي فوق بقى ايوه يا عم لا هم 21 يبقى كام فوق 7 هو هيهبط 4 ولا 5 هيهبط 4 وهينزل يعني ايه يعني ماشي مش فاكر كانوا كام كده تقريبا ما يهبطوا اصلا فرق لازم اللي باين فرقه بس انا فرق كده مش الادمن بتاعهم. لا شويه شغلانه ثانيه مش اصلا القديم بتاعهم جامد قوي يعني فرقه والاسماعيلي كهرباء. المحل على فكره المحل هتهبط بالنظام اللي هي فيه ده تعادلات بالعكس المحل هتهبط هتفضل كده طول الدوري تفضل تتعادل. هيختفوا ماتش مثلا هيلعبوا مثلا الاسماعيلي يخطفوا بره يلعبوا الاسماعيلي نفسه كسب. لا بس كسب لما طلع الجيش طرد منه واحد وخسر من الاتحاد. هو كده الاسماعيلي خسران اول ماتش تقريبا. لا الداخليه بتبقى عادي الجيش داخليه هبطت. اتحاد الشرطه هبطت اتحاد الشرطه غير ايه؟ اتحاد الشرطه بيغرق والله دي يقول نادي الحته دي عشان صناعه الدوري ده مش الاصحاب واحد هيمنشن لهم تحت خد في شفت تصريحات كمان انا مش عايز اتكلم تاني الصراحه يا اسطى يعني في ناس كده في ناس ما ينفعش تطلع تتكلم قفشه وشيكابالا. انت عارف لولا ابراهيم فايق ما كانش لو حد تاني غير ابراهيم فايق كان خلوهم يكملوا. قال لك مش هيشرب وده بيشرب وده بيعمل وده بيشرب عايز هم قاعدين ولما قال له المدرب كان عيبه وعمل ايوه هو لا ده عايز ما انا بقول لك بيشرب انا بقول لك سوري قول له احسن مدرب انت احسن مدرب دخل قال له قال له كان عيبه حاجه واحده اعمل له كده قال له بس يا اسطى قال له لا ما كانش ينفع مع الزمالك ما ينفعش مع مصر عامه اصلا لو كسر الدماغ فتح يعني مش عارف يرفع عرض عادي. لا يعني هو كان بيحب الفتوح وكان ده كان بيلعب نص ملعب كان كسبهم واحد ايوه ما لا هو فتوح ده الصراحه نص ملعب قوي يعني بس هو خسر من الاهلي 5 4-1 طلعنا من 4 احنا نازلين تشجيع ده لما مفيش حاجه زيزو وبريرا اندرويد في المباراه انا كان معايا تشكيله انت لا ثانيه انت ما كانش فيه ده الماتش اللي حاجه في جون في اول دقيقه تقريبا مش مالك ما لقيناش نشوفها كانش فيه في المباراه لما علي معلول جاب جول وعمال يقول لك ايفها وليفها وهي دي كانش فيه في المباراه ايوه هي دي لاعب النهار ده كان ضيع له واحده خلاص ما حياتي خلاص يعني يا احنا عندك والله نمسك الاهلي عندكم 29 يا عم هنشوف 29 كام؟ هو بص الجوله التاسعه الاهلي والزمالك 29/9 الجوله التاسعه يا باشا احنا اهو البودكاست اهو اقول لك حاجتين اقول لك عليهم محمد شحاته هو محمد بن رمضان البيت واخوانا عارفين اي باك شمال هيلعب عليه يعني لا دي بص انا كده متفق معاك دي انا اتفق معاك فيها لكن شحاته هيمسك محمد بن رمضان ودي جزائر لا هيمسكوا وديك جزيره هيمسكوا بن رمضان ده وديك جزيره هيروح بيه يا عم 17 جيجا يا عم هنشوف يا عم 29 مش باين يا عم انا لسه اشوف زيزو امام عاشور راجع اتفرج على سنه 21 في الملعب مع بعض عشان بقى الدوري عادي عايز اشوف على ما لحقوش في ماتش انتر ميامي في ماتش بتاع فرق دلوقتي لسه بيشارك على اساس زيزو لا ضايق قوي ماتش فاركو بتاع سيب الاثنين اللي هو الاحلى ده لسه اما يجي بقى كده يا مونتاج في لا لسه بدايه بس عادي يعني احنا جبنا شيكو بانسا شيكو بانسا بقى وقران فينا ولاد اليوتيوب لا يا عم خلاص الدنيا خلاص اخر حاجه محمد صبحي ده حلو شغال حلو محمد صبحي جدع حابة عايز يضيف حاجه تاني
ده كده الحمد لله اتعشت. كده عشينا الشيخ خلص يلا بس المشاريع الجمبري ديت انت في الحلقه ولا ماشي يا جدعان، نشوفكم بقى ايه البودكاست الجاي. قعدنا كتير في المحلي بس طبعا يستاهل. تعالى يا منتهى، تعالى يا سلام. فبس كده يا جدعان. ايه في ابني عايزين نقفل البيت. كانت القعده رقم واحد لكن مش اخر قعده، يعني في ضيوف جايين. الفانتزي يا جدعان، الفانتزي خشوا دوري الفانتزي. اللي هيكسب الدوري في 500 جنيه وتيشيرت. اللي هيكسب الدوري ان شاء الله هيكون ليه المكافاه دي. نشوفكم بقى في البودكاست الجاي. خلاص عايزين نكمل الزقله. بس كده يا جدعان، يلا سلام.